طيب هنعرف مع بعض هنا ازاي اسحب الجروبات اللي معايا على الواتساب وابعت لها رسالة. هنا في حاجتين لازم تبقى عارفهم. انت عايز تبعت رسالة للجروب نفسه ولا عايز تبعت رسالة للناس اللي جوه الجروب؟ فاحنا هنا هنعرف الاتنين مع بعض. انت اول حاجة هتخش على الرقم اللي انت عايز تسحب منه الجروبات. طيب انا عايز اعرف الرقم ده ايه الجروبات اللي هو مشترك فيها، فبدوس على كلمة كونتاكت. هتلاقيه بيقول لك والله هو مش مشترك غير في الجروب ده. طبعا انت لو عندك 100 200 هتلاقيهم نزلوا تحت بعض. طيب انت بقى لو انت عايز تبعت رسالة للجروبات دي، يعني في الجروب كده نفسه، هتعمل سيف جروب. هتيجي تدوس على كلمة سيف جروب كده، هتيجي تخش هنا على الفون بوك او مجموعات الاتصال، هنلاقي في حاجة هنا نزلت، تلاقي لسه نازلة جديد في الاخر اكيد، اسمها اول جروب. هندور معانا فيها اي اول جروبس. اول جروب هنا عشان هو جروب واحد بس، فهتلاقي ايه ميد جيرني. ولكن احنا هنا مع بعض، يعني مثلا هنا اول جروب اهي. خد بالك برضو من حاجة، لو انت جيت بقى عملت مثلا بكرة عملت فايل ودوست سيف جروب، هتلاقيه نزل هنا برضو في اسم اول جروب. فما دام هو هنا لقى نفس الاسم، هيعمل ايه؟ هيمسح القديم وهيحط الجديد. فانت لو انت مش عايز الحوار ده يحصل، لازم تدوس هنا دبل كليك كده عليه، وتقول مثلا اول جروبس واحد. تمام، وتروح دايس سبميت. انا دلوقتي لو جيت دخلت على نفس الرقم، كاني مثلا دخلت في جروبات كتير جديده وعايز ان انا اسحبها تاني، فهتروح دايس كونتاكت من غير ما امسح القديم، واروح دايس سيف. هاجي بقى اروح على الفون بوك، هنيجي ننزل هنلاقي نزلت هنا ايه اول جروبس لوحدها والتانية القديمة موجودة. لو انا ما كنتش غيرت الاسم ده كان هيبقى فوق ده والقديم هيتمسح، فبرضه تاخد بالك من الحتة دي. فانت كده لو عايز بقى تبعت رسالة للجروبات دي، كل اللي انت هتعمله هتخش على صفحة رسائل الحملات او سند مسج، هتختار رقم التليفون اللي انت عايز تبعت منه، هتيجي تقول هنا all جروبس زي ما احنا لسه عاملينها. ندور بس اهي. خلاص انت كده هتبعت رسالة للجروب ده، هتروح جوه الجروب. طيب اهم حاجة ايه بقى؟ الغلطة دي بيقع فيها ناس كتير. لازم 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 انت دلوقتي سحبت الجروبات من الرقم ده، صح؟ سحبناها من الرقم ده. ما ينفعش اسحب الجروبات من الرقم ده واروح ابعت الحملة من الرقم ده. طبيعي هيجيب لك كل المسجات فيلد. يعني ما انت دلوقتي سحبت الجروبات اللي انت مشترك فيها من هنا، ازاي تقول له ابعت لي الرسالة من الرقم ده؟ ما هو الرقم ده مش جوه الجروبات اصلا، فطبعا مش هيعرف ان هو يبعتها. فلازم اهم حاجة تركز، انت سحبت الجروب من هنا، يبقى وانت بتبعت الحملة هتبعتها من هنا. ولو سحبت الجروب من هنا وانت بتبعت الحملة هتبعتها من الرقم ده، وهكذا. طيب لو انا حاليا عايز اسحب الناس اللي جوه الجروب نفسه، فانت هتدوس على كونتاكت. تمام، ودلوقتي بدل ما تدوس على سيف جروب هتدوس سيف بارتيسيبنت، يعني هتقول له اعمل لي حفظ للاعضاء اللي جوه الجروب ده. فانت هتروح داس كده على كلمه سيف، هيقول لك ان هو خلاص سكسسفلي اد في صفحه الفون بوك باسم ميد جيرني. هتيجي تخش على الفون بوك، هندور مع بعض على الفون اهي، هنلاقيها ميد جيرني، هنلاقي 6 اعضاء سحبهم من جوه الجروب، لان جوه الجروب صغير طبعا ما فيهوش غير 6. فانت بقى لو عندك جروب فيه 1000 فيه 2000 فيه 500، عندك 500 جروب، تقدر ان انت تبعت للجروبات نفسها، وفي نفس الوقت تقدر ان انت تسيف ارقام الناس اللي جوه وتبعت لهم على الخاص. لو احنا جينا مثلا دخلنا على الرقم ده، اتمنى ان هو يكون مشترك في جروبات اكتر شويه. تمام، هنا لو عملنا سيف جروب هتلاقيه سيف الارقام دي، هم 7، واقدر ان انا ابعت لهم رساله. لكن لو انا عايز اسيف بقى الناس دي، هدوس هنا سيف، هدوس هنا سيف، هدوس هنا كذا سيف، هلاقي ان انا بقى عندي الناس دي متسيفه، واقدر ان انا ابعت لهم رساله او حمله رسائل على الخاص، او ان انا اقدر طبعا اعمل لهم اكسبورت وانزل شيت اكسل فيه ارقامهم لو انا هستفيد بيه يعني. ونفس الكلام اقدر ان انا انزل شيت اكسل بالجروبات اللي انا مشترك فيها، ولما هيجي يبعت الرسالة هيبعت الرسالة من خلال اللينك ده. أه بس دي الحاجات اللي انا اقدر لازم تبقى عارفها ومنبه عليها كويس جدا وانت بتستخدم الجروبات.